العسل على الناس اللي زي العسل. عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. طبعا عايزه اقول لكم ان انا جايه النهارده نشاطكم واخليكم كده لو لحد وراه حاجه كده يقوم يعملها. بس محرجه والله وشي منكم في الارض لانه فعلا الجو ما يشجعش على اي حاجه. بس مضطرين ان احنا نقوم نعمل كل حاجه ورانا، لان بصراحه مش هنعرف نقعد بالمنظر ده. وانا بقالي فتره طويله، مش طويله قوي يعني، عايزه اشيل السجاده بتاعه الركنه. ليه بقى؟ لان انا حاسه ان هي مطلعه عليا صهد صهد كده، وبتخليني اكسل ان انا كل شويه امسح الارض. عارفين فكره ان انا لسه اشيل السجاده وانفضها وامسح الارض واحطها تاني؟ فقلت لا، ما بديهاش. احط المفرش اللي كنت جايباه، اللي هو الاتامين الخفيف ده، بالرغم ان المفرش ده فيه عيب انه بيزحلق يعني. ممكن يسر مثلا وهي ماشيه مش واخده بالها تتزحلق، لان هو كان يعني خفيف ما بيلزقش على الارض، مش من المفارش اللي بتمسك على الارض قوي. بس بصراحه الكلام ده كان يمكن لما يسر كانت بتبدا ان هي تتسند وتقف او ان هي تزحف، لكن دلوقتي هي ما شاء الله بتمشي، يعني ما شاء الله بتمشي كويس. يعني هيبقى كويس ان هي مثلا احطه كده وفي نفس الوقت خفيف. دي حاجه. تاني حاجه بقى عايزه اقول لكم عليها، ان فعلا احنا في الصيف لولا ان الارض بتبقى متبهدله من غير فرش، وتحسوا ان الشقه مش باين عليها نظافه من غير فرش او من غير ستاير، الواحد فعلا والله العظيم ما يحطش اي حاجه، لا يحط ستاير ولا يحط اي حاجه خالص. بس لما الشقه بتبقى كده قرعه بتحس ان هي مش نظيفه. فدي الحاجه الوحيده اللي بتخليني ان انا بفرشها او بحط عليها الحاجه او الكلام ده كله. فقلت خلاص النهارده ان شاء الله اعمل اقسم الحاجه اللي ورايا على جزئين. اول حاجه اشيل اول حاجه هخش اعمل البلكونه، لان انا عندي القفله في لنده البلكونه، فما بعرفش اعملها خالص بالليل، مش ببقى شايفه اعملها بالليل. فقلت اخش اخلص البلكونه بالنهار واروقها واظبطها وانفض السلك والسور وامسحه بميه واظبط الدنيا خالص، واشيل المفارش كلها اللي هي على التلاجة والترابيزة وأعزكم الله يعني الجزامة والديب فريزر والكلام ده كله، اغسلهم. وان شاء الله بكرة او تاني يوم يعني افرش افرش بقى، واغير كمان مفارش الركنة، لان هي طبعا فاتحة رمادي فاتح، فاتبهدلت ويعني واتطربت وكده لان هي من العيد. فقلت برضه اشيلها واظبطها كده واغسلها واحط بقى ايه مفارش الرمادي الغامقه اللي كنت فرشها قبل كده، لان انا عندي مفارش تانية تقيله كده، اتامين برضه تقيله بس بحسها اكتر تمشي في الشتاء. وبصراحه الجو مش مساعد خالص، ده انا نفسي افرش على الركنه ملايات، يعني حاجه تبقى ساقعه كده نقعد عليها. لكن للاسف كل حاجات الركنه او المفارش عموما بتبقى يا اما كابتونيه يا اما قطيفه الكلام ده كله. بس فعلا احنا محتاجين في الصيف حاجه تكون داخل فيها اقطان زي قماشات الملايات والحاجات دي، لان الجو حر جدا. فمش عارفه ده متوفر ولا لا. حتى القماشه اللي متوفره كده هتلاقي الشغل بتاعها كابوتونيه، وده بيحرر برضو لما تقعدي عليه بيحرر على اعتقادي يعني. فهنا بقى شغلت الغساله الصغيره وقلت احط المفارش برضو. المفارش ما بشغلهاش او ما بستخدمش ليها الغساله الكبيره علشان بتتقطع وبتنسل، فبستخدمها في الغساله الصغيره او على ايدي غسله كده خفيفه، لفه خفيفه وخلاص. هنا بقى يويو بتلاقيني بشغل الغساله الصغيره لازم تقف، لازم تقف كده وتحط التاتش بتاعها، واسيب لها الغسيل هي بتحطه في الغساله. بعد كده بقى ايه، حطيت الغسيل يتغسل، قلت برضو اخش اعمل المطبخ واروق كده على المواعين اللي موجوده والكلام ده كله، واعمل الغدا علشان برضو الوقت ما يسرقنيش وكده. بس المهم بقى الجو حر جدا، وفي مناطق كتير قوي بيشتكوا من قطع النور. بصراحة قطع النور ان هو يقطع ساعة متواصلة ده، وان انتي تبقي تبصي في الساعة، في رأس الساعة تبصي لو رأس الساعة مش عارفة تعدي التلت ساعة الأولانية علشان الأسانسير والمصاعد والكلام ده كله. بصراحة حوار. وانا المفروض كنت الايام اللي جايه دي كنت رايحه مشوار، وكنت محتاجه اركب فيه اسانسير، وانا اصلا بخاف منه، بترعب. والله العظيم اجلت المشوار، قلت لا لحد ما حوار النور ده يتظبط، لاني يعني ربنا يا رب يكفيكوا الشر. انا ما اتحملش ان النور يقطع عليا في الاسانسير وابقى محبوسه. الاماكن المغلقه الضيقه دي بالنسبه لنا فوبيا كبيره، يعني ببقى خايفه قوي،
بالنسبه لي فوبيا جامده. وانا من الناس اللي بخاف من الاسانسير لاقصى درجه ممكن تتخيلوها، يعني لاقصى اقصى درجه ممكن تتخيلوها. انا بخاف من الاسانسير جدا. فوالله العظيم اجلت المشوار بسبب حوار النور ده، وانه لا قدر الله ممكن يقطع عليا وانا يبقى معايا يسر على ايدي، فعارفين هبقى مرعوبه. فيا رب بس الدنيا تتظبط شويه. وكمان الدنيا حر جدا، ففعلا لما بتقطع بتحس كده ان في ناس، يعني الناس اللي هي ما بتقدرش تقعد في الحر او بيبقى عندهم زي ضيق تنفس كده من السخونيه والحر، بيفرهدوا فعلا. وكمان بتوع الضغط العالي اللي زينا كده، يعني انا بالنسبه لي ضغط عالي، وزوجي من عنده مناخيره هنا بتنزف من الحر، فعارفين بقى الموضوع الحر مع قطعان النور ده بيبهدل الدنيا. هو يعني في شغله الدنيا حر جدا، فلما النور بيقطع حرفيا بيفرهد. فربنا يا رب يعدي الشهرين بتوع الصيف دول على خير بقى، ويخلص مع السلامة، يخلص باي 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 باي. والله اللبس التقيل وكومة الغسيل والبطاطين التقيلة والفرش اللي كده ارحم بكتير بكتير من يوم من ايام الحر، والله العظيم فعلا ارحم. الحر ده فظيع. المهم هنا بقى ايه، كنت طلعت كيس كبده، كنت فاكراه شرايح. للامانه كنت جايه في دماغي ان انا كنت جايبه كبده شرايح، بس لما طلعت الكيس وفك لقيتها الكبده اللي هي المكعبات او الكبده العصافير، فطبعا مش هينفع اجمده تاني. فقلت هعمل بنفس الطريقه، مش مشكله، مكعبات مكعبات، هي كده كده، المهم ان هي كبده. المهم انا بغسل الكبده. في ناس بتقولك ما بتتغسلش وبتبقى زفره والكلام ده كله، انا بغسلها، يعني انا كهند بغسلها، ما اقدرش اكلها وهي عارفه ان هي بدمها. في ناس ما بتغسلهاش، في ناس ما بتغسلش الفراخ، في ناس بتغسل اللحمه. هي براحتك خالص، يعني كل واحد له طريقه في الاكل. ومهما انا اتكلمت من هنا لبكره، اللي ليه طريقه الله هيقتنع برايي ولا انا هقتنع برايه. فاحنا بناخد طريقه الاكل، لكن ال الاساسيات اللي بنعملها دي كل واحد بقى حر، لان هي بصراحه اساسيات، عشان بس ايه محدش يتكلم. حتى لو فايده الكبده بتروح، انا مش هينفع غير اغسلها، مش هينفع، هي لازم تتغسل بالنسبه لي. اول حاجه عملتها ان انا قطعت بصلتين كده صغيرين جوليان، لان دول حوالي اكتر من ربع كيلو كبده بحاجه بسيطه، يعني اكتر شويه صغيرين. قطعت كده بصلتين جوليان او حلقات، تمام. وكمان جبت بطاطستين قطعتهم مكعبات. طب احنا نفرين، وانا الايام دي بقلل الاكل سيكه، فما بكترش في الاكل قوي، تمام. هنا بقى جبت الطاسه بتاعتي وحطيت عليها معلقتين زيت كده، وهبدا ان انا هشوح البصل اخد لون مش غامق قوي. همسك كده فصين توم وهبشرهم على البصل، يا دوبك يطلعوا الريحه بتاعتهم، هنزل عليهم بالكبده. جربوا طريقه الكبده دي، والله العظيم هتعجبكم جدا جدا. وهي ليها كذا طريقه اصلا، بس دي اسهل طريقه فيهم اللي انا هسويها على النار. حطيت بقى شويه ملح، واحط كمان شويه كزبره، واحط شويه فلفل اسمر، واحط شويه كمون. تمام. انا ما بحطش ازيد من كده على الكبده بصراحه. ملح وفلفل وكمون وشويه كزبره، وشوحت الكبده مع الثوم والبصل والتوابل، يا دوبك تشويحه خفيفه، ورحت نازله عليهم بالبطاطس برضو اديتها تشويحه. وبعد كده هبقى مسخنه ميه في الكاتل، ميه سخنه، وهنزل عليهم اول حاجه عشان الكبده ما تبقى زفره، وفي نفس الوقت ما تنزلش الميه بتاعتها. هنا بقى الكبده سبتها على النار، شربت الميه بتاعتها، وخلاص البطاطس حسيت ان هي داخله على سوا او 3/4 سوا. هعمل بقى الرز بالشعريه بتاعي، انا بحب جنبيها، او زوجي كمان بيحب جنب الاكله دي رز بشعريه. عايزه تعملي بقى بسمتي، عايزه تعملي مكرونه، عايزه تعملي اللي انت عايزاه براحتك، بس هي كبده مع بطاطس رز بشعريه عشان تاخدي منها كده بالصوص وتحطيهم على الرز. عايزه تعملي مكرونه اعملي، عايزه تغمسيها كده براحتك برضو. تمام. هنا بقى كنت حمرت الشعريه وغسلت الرز وحطيته، وحطيت شويه ملح وحطيت شويه قرفه. انا بحب قوي على الرز بشعريه، ذره القرفه دي بتنقل الرز بالشعريه في حته تانية. جربيها ومش هتخسري حاجه، ذره صغننه قوي من القرفه. تمام. وهنا غطيت الحله. المفروض بقى انا كنت هعمل الطاجن كله في الفرن، بس زي ما قلت لكم ما عنديش وقت وعايزه انجز والدنيا حر، فهحطه في الطاجن كده بعد ما استوى على النار من فوق. هحطه بس ايه، ياخد له لون خفيف قوي تحت الشوايه. وهنا بقى كان الاكل اتعمل وكان زي الفل، واكلنا وشطبت المطبخ. وعايزه اقول لكم اليوم بتاعي بقى لحد هنا كان خلص. اشوفكم بقى في فيديو